السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الدلو حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي لأول مرة بيزوروا قناة أم أحمد ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى ولادي واخواتي الموجودين في القناة، حطوا اللايك وشيروا الفيديو واكتبوا كومنتات، تصلوا على الحبيب وكمان تستغفروا. طبعا حبايبي لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. انت عندك كمية انتظار رهيبة، مستني فرحة. آه انت مستنيه. انتظار ده هيخش عليك بالتغيير الجذري، حياتك هيكون فيها طاقة ايجابية وتحسن. كمان انت عندك فيه خبر حلو الفترة الجاية وهتسمعه. الخبر ده ممكن يكون خبر حمل، خبر تغيير جذري، خبر تغيير أمور حلوة. كمان في عندكم واحدة من برج الجدي، لازم تخلوا بالك منها لأنها ممكن تعمل لكم مشاكل، مرات أخ أخت، ده حد بيأذيك. انت من كتر الأذى والظلم اللي وقع عليك نفسيتك أصلا تعبانة، يا اما عندك في وقف حال يا اما عمال تاكل في نفسك. المهم ان انت نفسيتك تعبانة. انت الفترة دي عايز يبقى عندك في توازن في الامور في حياتك، عايز تعمل شوية حاجات مختلفة، عايز تغير من نفسك، عايز تقف على الارض صلبة وتشتغل نفسك، عايز تبني نفسك بنفسك. حاجات كتيرة انت عايز تعملها في حياتك. عندك كمان في جرح نغزة جوه قلبك من الماضي، عندك حد أذاك من ماضيك، فلازم تخلي بالك لأن الفترة الجاية هتكون أحسن. الموضوع اللي عندك ده لازم تاخد فيه قرار، لازم تعرف انت عايز ايه ولازم تشتغل عليه. الحاجة اللي انت عايزها الفترة الجاية انت اللي هتعملها، لان انت هيكون عندك فيه تغيير الفترة الجاية. انت من زمان جدا وانت مخنوق متضايق وحاسس ان انت متضايق، حصل عندك انفصال بينك وبين اقرب الناس لقلبك اللي انت كنت بتحبهم. انت موجوع جدا جدا من اقرب الناس ليك اللي هم من دمك ولحمك، واذوك وظلموك وجم عليك. حتى الناس اللي حواليك جيرانك مأذي منها. كمان في عندك في خير، دايما بتدور على الحب، دايما بتدور على الحنان، بتدور على الإخلاص، بتدخل ناس في حياتك وبتقول ان شاء الله اهل ثقة بيكونوا مفهومش اي ثقة. بالعكس الثقة اللي انت اديتها لهم دول هم مش مصدر الثقة ليك اصلا، بالرغم ان انت عارف وكنت حاسس ان هم مش مصدر ثقة. انت قلبك مكسور من الحبيب، الحبيب كسرك. قلبك مكسور ان ولادك بعيد عنك، الناس اللي خذلتك، الناس اللي بقى كانت او الناس اللي كانت من دمك ولحمك. عندك برج الميزان ده اذاك وجي عليك وظلمك وجي عليك وافترى عليك. بقالك فترة بتروح للطبيب، بتعاني وبتحزبن دايما. عندك واحدة بومة، دي مش واحدة بس، ممكن يكونوا اتنين تلاتة، دول بومات جوه حياتك، دايما بيتكلموا عليك، دايما جايبين في سيرتك. انت حاول ان انت تهدي نفسك لان انت تعبت من كتر التفكير، تعبت من كتر المسؤولية اللي على كتافك. كان عندك علاقة مع برج الثور وحصل انفصال بسبب طرف ثالث وبسبب السحر اللي بيتجدد. كان عندك علاقة مع برج السرطان، حد من برج السرطان، حد غامض، حد انت حاسس ان انت اتخنقت وتعبت من علاقة ما كانش فيها اي تجديد. عندك في فرحة الفترة الجاية وهتتحقق لك الامنية، الفرحة اللي جاية وهتحقق فيها امنيتك. دايما دموعك قريبة، دايما دموعك بتنزل على قد ما انت بتظهر قوي وبتعافر وتجاهد، بس دمعتك قريبك. دايما حزين، دايما حاسس بالحزن، حاسس ان انت لوحدك
وفي كوكب تاني، عايش في كوكب تاني، والناس التانية حواليك في كوكب تاني. انت كنت في مواجهة، والمواجهة وانفعلت زيادة عن اللزوم بسبب ان انت عايز حقك، بسبب ان انت بتدور على حقك. في حد اتوفى عندك وده قلبك موجوع عليه، شخص اتوفى عندك وانت قلبك حزين عليه. في عندك نميمة اشتغلت عليك الفترة ديت، في حد من أهل الشريك أذاك وظلمك. أهل الشريك تقول أهل الشياطين في حياتك ظلموك وسدوا نفسك في حاجات كتيرة جدا وجم عليك. في حد طعنك وانت زعلان، حد غدر بيك وجه عليك. انت مستني خبر الحمل، مستني الذرية الصالحة، مستني تغيير مكان، تغيير سكن، عايز تغير المكان اللي انت عايش فيه. عندك اخ او اخت دايما عامل لك مشاكل، عامل لك شوية عراكيل. من كتر ما انت شايل في نفسك بدأت ان انت عندك سقوط في الشعر، بتحس ان بيطلع لك حاجات في جسمك بدون اي سبب، بتحس بتعب نفسي وجسماني. في عندك سحور عليك وعاملين لك سحور، وكمان بتصاب بالحسد، ودايما حاسس بالوحدة، دايما حاسس ان انت مكسور. عندك حد بينك وبينه مسافة، حد بينك وبين في فرق في السن، حد في بينكوا بلد تانية. العلاقة دي بتأثر عليك بوجعاك، العلاقة دي مدمراك. كمان انت الفترة الجاية هيكون في عندك صلح في حياتك، وهتبدأ تحط النقط على الحروف، وهتبدأ تهدي اللعب حبة. في عندك علاقة انت هتكتشفها الفترة الجاية، العلاقة دي هتكون حلوة وهتخش في طاقة إيجابية. انت دايما بتعمل خير عشان الناس اللي حواليك، ومحدش بيقدر اللي انت بتعمله، ومحدش طمران فيه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حطوا اللايك يا حبايبي كده. انت كان في عندك شخص غاين، شخص غدار، شخص منافق، شخص بيلعب على كل الأطراف، وانت اكتشفت حقيقته. وبعد ما اكتشفت حقيقته وطلعته بره حياتك، خرجته بره حياتك، عندك حد كده جوه دمك رغم ان هو اذاك وظلمك وعمل لك وجع، بس انت برضو بتحبه. لا اله الا الله. انت عندك مرات الاخ مش كويسة، اهدى وخلي بالك منها، دي حربوقة. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. عندك رجوع لحد في حياتك، وفي ناس بتتجسس عليك، فلازم تخلي بالك. ناس قاعدة كده بتراقبك. لا اله الا الله. الوحدة دايما تعباك وأثر عليك، دايما الوحدة اللي انت فيها، على قد ما انت بتقول ان انت مرتاح بس انت تعبان، نفسيتك تعبانة، حاسس ان انت لوحدك، حاسس ان مفيش حد جنبك ومفيش حد بيساعدك، حاسس ان انت عايش ان انت في دنيا تانية. مش عايزاك تقلق، عشان الفترة الجاية لازم تثبت وجودك. انت في حد هيخش حياتك الفترة الجاية، هتتعرف عليه. الحد ده هيديلك كل حياتك، وهيعمل لك حاجات كتيرة حلوة. انت دايما بتخبي اوجاعك، دايما ما بتحبش تبين اوجاعك لحد، ما بتظهرش ألمك، بتحبش حد ابدا يعرف اي حاجة تخص حياتك. بعد الفترة دي من حياتك هتكتشف بعض الأمور، هتكتشف بعض الأشخاص، هتكتشف حاجات كتيرة جدا موجودة جوه حياتك. انت الفترة دي عندك وجع مش طبيعي، عندك وجع في جسمك مش طبيعي، جسمك كله بيوجعك الفترة ديت. فلازم تخلي بالك، لأن الفترة الجاية
هيكون عندك الأخبار الحلوة، فلازم تداري ولازم تخبي. اوعي تحكي أي حاجة تخص حياتك، عشان هتلاقي انت اللي مظلوم، هتلاقي انت اللي حياتك مش مظبوطة. ان العلاقات ما بتكونش بيحصل عندك فيها غدر وخيانات. عندك كمان عندك علاقة جدية، هتلاقي فيه أخبار حلوة في حياتك، هتحسن من مزاجك وهتحسن من أمورك. بينك وبين عائلتك في مشاكل، في توتر، في حيرة، حاسس ان انت مكسور، مقسوم نصين، انت مش عارف تعمل ايه، حاسس ان انت متكسر، دماغك مشغولة. في عندك خبر حلو جايلك في الطريق الأيام الجاية، والخبر ده هيديلك أخبار حلوة، هيفرحك، هيكون عندك أو هو جالك أو هيجيلك الفترة الجاية. أغلب العلاقات اللي عندك بتكون فاشلة من الطرف التاني، دايما آه عامل لك مشاكل. بتلاقي أهل الشريك بيحبوا يسيطروا، بتلاقي بعض المشاكل، بعض الأراكيل اللي انت دايما مستغني عنها. الخيانات والغد اللي حصل في حياتك ده عامل لك أزمة نفسية، مخليك مش طايق حد ومش عايز تتكلم مع حد. بس مش عايزاك تقلق، لأن الفترة الجاية هتقدر تثبت وجودك، وهتعرف انت عايز ايه، وهتبدأ تشتغل عليه وهتكمل عليه. على قد الضعف اللي انت فيه ده، على قد الانفراجات وعلى قد السعادة اللي هتخش في حياتك، وده بإذن ربنا وفضل ربنا عليك. الفترة دي انت فضلت ان انت تكتم، ما تتكلمش مع حد، مهما تروح ومهما تيجي. العين مش سايباك، العين مش سايباك في حالك. العين عندك تهد جبال، بتكسر خواطر وبتفسد علاقات، ودايما أحلامك مزعجة، ودايما عندك في كوابيس، ودايما عندك في توتر وحيرة، رغم ان انت ناس قوية بتمر بأوقات صعبة، بس بتطلع قدها وهدوء وبتستحمل. الأيام دي بتحس بالضغط، حاجة نفسية، انت نفسك ان انت تعدي من الحاجة دي، بتحاول تسيطر على نفسك على قد ما تقدر. بتحب الناس جدا، جواك حب للناس، بس انت خايف منهم بسبب الصدمات اللي انت مريت بيها. مريت بصدمات كتير جدا، وصدمات مكانتش سهلة عليك. في عندك واحد بيغدر، حد بوشين، دايما خاين، دايما الغدر جواه في دمه، بيحب النفاق وبيحب الظلم وبيحب الكذب، ما بيحبش بيحب يشوفك ان انت مكسور، بيحبك ان انت مغدور. العين عليك، العين عليك، ولازم تخلي بالك. محدش بيسيبك في حالك، ومحدش بيسيبك في حالك. دايما بتدور على الراحة، بتدور على الحب، بتدور على اي حاجة تديك طاقة ايجابية، بس ما بتلاقش الا العين عليك ومش سايباك. في شخص قريب منك بيحسدك، شخص قريب بيحقد عليك، وعندك 4 ستات دول مش سايبينك، وانت متأكد وعارفهم ان هم عاملين زي التعابين. فيه عندك شخص قريب منك دايما بتاع اسحار، ودايما بيحاول يأذيك، ومش سايبك في حالك، ومش سايبك في حالك ولا عايز يسيبك. انت الفترة الجاية هتقدر تثبت وجودك، وبتثبت وجودك بنفسك، بس بلاش تأذي نفسك بنفسك. يعني بلاش تدخل اشخاص في حياتك ما يستاهلوش. الناس اللي ما تستاهلش دي طلعها بره حياتك، انت هتشتغل على نفسك اكتر، انت هتقرب من ربنا، هيكون عندك تواصل مع بعض الناس اللي انت مقصر معاهم، اللي انت هيكون عندك فيه مشاوير، وهيكون نفسك كده في راحة، هتلاقي فيه أخبار عندك حلوة. كل اللي انت فيه ده هتخرج منه، وهتخش في انطلاقة جديدة، هتكون في عندك انفراجات حلوة. بس التفكير والضغط النفسي ده بيعمل لك النغزة اللي جوه قلبك،
مسبب لك نغزة جوه قلبك. انت وصلت لمرحلة ان انت مش عايز اي حاجة، ولا بقيت ليك نفس في اي حاجة. حاسس ان انت الفترة دي تعبان بسبب دراستك، بسبب شغلك، بسبب ان انت داخل على انطلاقات جديدة، في حاجات كتيرة تعباك. في عندك واحدة ست بحرف الحاء، خلي بالك منها، دي مش كويسة، ست مكارة. عندك في مشكلة عندك، انت بتحاول تخرج منها، بتحاول تحلها، بس المشكلة دي وراها فيها عدو. انت عندك في رجوع حبيب، رجوع حد سبته بقالك فترة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في عندك حد في شغلك، ده الشخص ده بيحاول ان هو يقف جنبك ويساعدك، بس بيبين لك ان هو بيحبك، بس ده مش كويس وبيخطط لك لبعيد. في مشروع انت بتفكر فيه، المشروع ده انت بقالك فترة بتفكر فيه، بتحاول ان انت تاخد خطوة، بس المشروع ده بالنسبة لك حلو، كمل فيه بدون اي تردد. عندك كمان علاقة على الباب، عندك ضيوف، في ناس جايالك. انت كنت في علاقة سيئة، كنت في علاقة نرجسية، والحمد لله ان انت خرجت منها. في عندك سفر قدامك الفترة الجاية. آه الأحلام والكوابيس اللي انت بتحلم بيها دي بتدل على فتنة. دايما الناس بتتكلم عليك ومش سايبينك في حالك. حاول انت يكون عندك كتمان، ده احسن حاجة. اكتم، اكتم وداري، استغل الكتمان، ما تحكيش اي حاجة لحد. آه عندك الفترة الجاية هتشتري حاجات جديدة، ملتزمات جديدة، هتعمل حاجات جديدة كتيرة. خلي بالك من العيون اللي حواليك، اللي جوه حياتك. هم عاملين ان هم حبايب، لكن هم جواهم الغل جوه حياتهم، وجواهم جوه الحقد والغل. انت نفسيتك الفترة دي تعبانة. بس عايزة اقولك، انت هتخش في طاقة ايجابية الفترة الجاية. هيكون عندك اخبار حلوة، حفلات، هيكون عندك في استشفاء في حاجات كتيرة. ودايما بتحس بالخمول والكسل، دايما حاسس ان قلبك مكسور، جسمك بيوجعك، والطاقة السلبية مأثرة عليك. كل ده لازم تخرج منه، والعزلان والكتمان وده كله لازم تخرج منه. انت بتحب المغامرات، بتحب الحياة الجديدة، ما بتحبش تنام وتصحى في نفس الروتين، ما بتحبش تنام وفي كل حاجة زي ما هي. انت عندك في اخبار مهمة، عندك حاجة مهمة، ما بقتش تبص الماضي زي الاول، بدأت ترميه ورا ظهرك عشان بتقول خلاص الماضي راح، انا بص على اللي جاي، بص على الحاجة اللي جاية. في حاجات كتيرة فيها تحسن الايام الجاية، هيكون عندك اخبار حلوة، هيكون عندك في انطلاقة حلوة. دايما الماضي بترميه ورا ظهرك، بس الماضي مش سايبك. بلاش تسرح بخيالك في الماضي، وبتلاقي نفس انت اللي بتأذي نفسك بنفسك. لا، بلاش تحكي، ابني وفكر وحقق. فكر كده في الحاجة اللي تديك الطاقة الإيجابية. إيه، انت الوحدة مسيطرة عليك بطريقة كبيرة، الوحدة مأثرة عليك، ما بقتش عايز تتكلم مع حد ولا حد يكلمك. بدأت تقول الوحدة هي أقرب سر السعادة ليا. ناس كتيرة جدا كنت محتاجهم، ودول سابوك وادوك ظهرهم، وكنت بتحبهم، لكن ما وقفتهمش وقفوا جنبك، واتكلموا عليك وأذوك وجم عليك. في حد دخل حياتك واديته فرصة أكتر من مرة وهو أذاك، حد اديته الفرصة أكتر من مرة وجي عليك، حد محبلكش الخير ولا حب ان انت تكون مرتاح. الفترة الجاية ديت
عندك في طريق حلو، معنوياتك هتكون أحسن، وهتخش في طاقة إيجابية، عشان خاطر هتعمل حاجات انت بتحبها وبقالك فترة انت عايزها. مين بقى الحرف السين والألف والنون؟ دول موجودين، الحروف دي موجودة في حياتك، ربنا يفرح قلبك يا رب. بقول لك ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.